إلى الحسيمة التي عرفت خلال الأيام الأخيرة هزات أرضية مختلفة القوة وجميعها سجلت في محيط الإقليم. آخرها دفعت ببعض السكان إلى الخروج من منازلهم وهم يطرحون السؤال: هل لهذه الهزات الأرضية خطر على مساكنهم؟ روبورتاج عبد الحميد المرابط ومحمد حجوب وتحرير لفاتحة شاب. سلسلة من الهزات الأرضية عرفها إقليم الحسيمة مؤخرا خرج على إثرها سكان المنطقة من منازلهم. آخر هزة سجلت على الساعة 9:14 من صباح اليوم، والتي بلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريشتر الدولي المفتوح. تهز الدار بزاف، خرجنا من الدار كنجريو للبرا، خوفنا، الوالدين ديالنا خرجوا خافوا. والهزة الثانية نهار الخميس في الجويه ديال 9:04. الهزة الثانية كانت قوية على الأولى. خلعوا الناس كانوا جالسين في القهوة، شافوا الطبلة كتحرك كيزان كيتحركوا، خرجوا على برا. عاد جابوا الخبر بأن كاين هزة أرضية في الحسيمة وترقيست إساقل. هزات متفاوتة الشدة ما بين 3 و4 درجات على مستوى ريشتر عرفها الإقليم منذ الأسبوع الماضي. لم يسجل على إثرها سقوط أي ضحايا، إلا أنها ألحقت أضرارا مادية بالبنية الهشة. هزات تلقى تفسيرا علميا عند المختصين. هذه الهزات الارتدادية الضعيفة الصغيرة القوى حسن كتنفس على الارض وكتعطي يعني كتنفس على الارض باش ما تكونش تراكم القوى التكتونيه وتنطلق مره دفعه واحده وتعطي لنا زلزال ذو قوى كبيره. هزات أرضية غالبا ما تكون مصحوبة بعواصف مطرية قوية قد تخيف الساكنة، لذا وجب اتباع مجموعة من السلوكات الاحتياطية كمغادرة المنزل حين الإحساس بأي هزة وإن كانت خفيفة.